كل سنه وانت طيب. انا جيت لك تاني عشان نفطر مع بعض. هتحب تفطر ايه النهارده؟ هنعمل النهارده رز وملوخيه وكفته. ممكن بقى تطلب الكفته من ابلكيشن الدهان. دي كفته الدهان، يلا اطلبها دلوقتي. يلا الكفته جت. كفته وصل بسرعه. دي بقى كفته الدهان جاهزه للشوي بخلطه الدهان الشهيره. يلا بقى اغير بقى والبس الابرون. هنجهز الصينيه بتاعتنا. طبعا الكفته بتاع الدهان بتيجي طبعا معموله بالشكل ده، بس احنا هنعملها مع بعض كده. انا بعلمك تطلع معانا بالمنظر ده. تعالى بقى ندخلها الفرن قبل ما نجهز الملوخيه. هتدخلها الفرن انت بقى لغايه ما وشها يحمر. يلا دي الملوخيه. هات لي بقى الطاسه عشان نعمل الطشه. الله الله الله. يلا خليك انت تعملها بقى. يلا نحط السمنه. دي السمنه البلدي. هنسيبها كده بقى لغايه تسيح معانا كده. يلا كده السمنه قدحت معانا. ننزل بالتومه، شويه كزبره، فننزل بالملوخيه عليها. اتفرج على الخضار. خلي بالك انت صايم. بنفضل نقلبها كده وننزل بيها على الملوخيه بتاعتنا. كده الكفته استوت معايا. اروح اجيبها لك واجي. شفت شكل الكفته مش بتكش. انا عايزك تجرب تشيل واحده كده. شوف شكلها عامل ازاي. كفته الدهان مميزه. احنا كده عملنا الملوخيه وعملنا الرز، وادي الكفته بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن بالشكل المميز اللي احنا عاملينه ده. اللي ما بيعرفش يشوي ممكن يعملها بالطريقه اللي احنا عملناها بيها دي. يلا كده ناقص حاجه على الفطار. هنستنى الاذان ونفطر مع بعض. جميل جدا الفانوس ده. الاذان اذن. يلا بسم الله. يلا بسم الله. جرب بقى الكفته بتاعت الدهان. رمضان احلى مع الدهان. الدهان واحد بس.